السلام عليكم متابعي ومتابعات قناة لغز الجريمة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات قصص وملفات قضايا الجرائم التي وقعت بإحدى مدن أو قرى المملكة. نتمنى لمتابعينا الكرام أن تكونوا بخير وبصحة وسعادة إن شاء الله. وقبل الخوض في سرد تفاصيل وأطوار جريمة اليوم، وكما اعتدنا في عدد من الحلقات، أود أن أؤكد على نقطة مهمة لفائدة عدد كبير من المتابعين والمتابعات الأوفياء. هناك من يتواصل مع بعضكم ويعطيكم رقم هاتف على أساس أنه صاحب قناة لغز الجريمة، سواء عبر فيسبوك أو عبر قنوات أخرى، والله أعلم. ومن جهتي أؤكد تبرئة للذمة أنني لا أتواصل مع أي متابع أو متابعة نهائياً، ولا أطلب أرقاماً هاتفية من أحد. ثانياً، لا نتوفر على أي صفحة على منصة فيسبوك إطلاقاً. القناة الوحيدة والنافذة الوحيدة التي نطل من خلالها عليكم هي قناة لغز الجريمة فقط، ولا علاقة لنا بأي نافذة أخرى. ودون إطالة، نمر مباشرة إلى سرد تفاصيل وأطوار جريمة اليوم. قضية اليوم هي واحدة من قضايا الشرطة القضائية، وقعت أحداثها بمدينة الدار البيضاء، تحديداً في أواخر سنة 2009. تتكون العائلة من زوج وزوجته، ولهما 3 أبناء ذكور. الابن الأوسط كان يبلغ من العمر تقريباً 25 أو 26 سنة. كان هذا الابن يعمل رفقة والده، يخرجان معاً للعمل ويعودان في المساء، وكان هذا هو روتين حياتهما اليومي. الابن لم يكمل دراسته، إذ انقطع عنها في سن مبكرة، واشتغل مع والده، حيث تعلم الحرفة ورافقه في العمل. غالباً ما كان يعود إلى المنزل مع والده، يبدل ملابسه ويستريح قليلاً. وفي بعض الأحيان، إذا لم يكن الأب بحاجة إلى السيارة، كان يعطيه مفاتيحها ليخرج بها قليلاً رفقة أصدقائه، ثم يعود في وقت معقول من الليل. كان الشاب يمتلك هاتفاً نقالاً، وفي تلك الليلة، حسب ما صرحت به العائلة لاحقاً، عادوا من العمل حوالي الساعة 5 مساءً. بدل الأب ملابسه واستراح، وفي حدود الساعة 7 مساءً طلب منه الابن مفاتيح السيارة، فسلمها له كعادته، لأنه كان يثق فيه، ولم يكن شاباً متهوراً، بل في سن 25 أو 26 سنة، عاقل وهادئ. غير أن تلك الليلة لم تكن عادية. خرج الابن في حدود الساعة 7 مساء ولم يعد. مع مرور الوقت بدأ الظلام يحل، وبدأ الأب يتصل بهاتفه، لكن دون جدوى. الهاتف كان يرن دون أن يجيب أحد، وكأن لا حياة لمن تنادي. اتصل الأب بإخوته وأصدقائه، لكن الجميع أكدوا أنهم لم يلتقوا به تلك الليلة. وبعد فترة انطفأ الهاتف تماماً ولم يعد مشغلاً. هنا بدأ القلق الحقيقي، وبدأت العائلة تبحث عنه في كل مكان دون أي نتيجة. حاولوا إقناع أنفسهم بأن الشاب ربما ترك الهاتف في السيارة، أو أنه مع أصدقائه، كما تفعل كثير من الأسر في حالات الاختفاء الأولى، حيث يسيطر التفاؤل مؤقتاً. لكن مع مرور الساعات من 9 إلى 10 ليلاً، وتأكيد أصدقائه أنهم لم يروه، لم يعد للتفاؤل مكان. في حدود منتصف الليل نصحهم البعض بالتوجه إلى الشرطة، وهو ما فعلوه. توجهوا إلى مقر الشرطة وصرحوا باختفاء ابنهم. استمعت الشرطة إلى أقوالهم، وأكدت لهم أنه في حال عدم ظهوره خلال 24 ساعة عليهم العودة من أجل مباشرة إجراءات البحث. قضت العائلة تلك الليلة في البحث بين المستشفيات والمفوضيات وكل الأماكن المحتملة، لكن دون أي خبر. وفي صباح اليوم الموالي عادوا إلى الشرطة، حيث تم فتح محضر بحث لفائدة العائلة، كإجراء قانوني معتاد في مثل هذه الحالات. استمر البحث، وشمل مستشفيات ومصحات وأقسام الاستعجالات، وربما كان الشاب في حالة فقدان هوية، لكن دون جدوى. السيارة لم يتم العثور عليها، والهاتف لم يعثر عليه أيضاً.
مرت 9 أيام على اختفاء الشاب، إلى أن تم العثور على جثة متحللة بمطرح نفايات بمنطقة المديونة ضواحي الدار البيضاء. لاحظ بعض الباحثين عن النفايات رائحة كريهة قوية، فأبلغوا الشرطة. انتقلت عناصر الشرطة إلى المكان، ووجدت جثة شاب في العشرينات من عمره، مصابة بعدة طعنات، أخطرها طعنة في القلب وأخرى في العنق. أكدت المعاينة أن الجثة لم تقتل في ذلك المكان، بل تم نقلها ورميها ليلاً مستغلين الظلام. وبعد فتح تحقيق ومقارنة بلاغات الاختفاء، تم التواصل مع عائلة الشاب المختفي. انتقلت العائلة إلى مستودع الأموات، وتعرف أحد الإخوة على الجثة فور عرضها، مؤكداً أنها جثة شقيقه. وبذلك انتقلت القضية من جثة مجهولة الهوية إلى قضية قتل واضحة المعالم. طرقت الشرطة باب المنزل، فوجدت أن أغلب السكان هناك مجرد مكترين، وأن أصحاب المنازل غير مقيمين. سئل أحدهم عن البيت المعني، فأجاب بأنه لا يسكنه أحد، وأن الحي لا يقطنه سوى شخصين فقط، وهما مكتران. واصلت الشرطة البحث، إلى أن توصلت إلى معلومة مفادها أن هناك فعلاً سيدة شابة كانت تكتري ذلك المنزل، قدر عمرها في منتصف الثلاثينات أو أواخرها. قال الجيران إن تصرفاتها كانت مثيرة للشبهات، وكان الحديث عنها متداولاً بينهم، غير أنهم لم يجدوا طريقاً مباشراً للتبليغ عنها. أوضح الجيران أنهم كانوا يشمون روائح غير طبيعية تنبعث من المنزل، وأن ما كان يجري داخله أعزكم الله يدخل ضمن ما يسمى بالقوادة أو الوساطة في الدعارة. وأفادوا بأن السيدة لم تمكث في ذلك المنزل سوى 1.5 شهر تقريباً. لم تكن متزوجة، وكانت تظهر أحياناً برفقة رجل ثم تغيب، وفي مرات أخرى كانت تستقبل نساء مختلفات الوجوه، ثم يدخل بعدهن رجال مختلفون واحداً تلو الآخر. وفي هذا السياق تبين أن الليلة التي اختفى فيها الشاب كانت ليلة الجمعة، أي ما بين الجمعة والسبت. وأكد شاهد أن الجيران في تلك الليلة حوالي 2:30 بعد منتصف الليل تقريباً سمعوا شجاراً وصراخاً مرتفعاً، وسمعوا امرأة تصرخ قائلة: سيقتلونه سيقتلونه. ثم سمع صوت ضرب الباب، وتعالت الأصوات والصراخ بشدة قبل أن يعم صمت مفاجئ وكامل. بعد ذلك لم يعد يسمع أي صوت، ورغم ذلك لم يخرج أي من الجيران في تلك اللحظة. وفي اليوم الموالي تواصل الجيران مع صاحبة المنزل، بل إن بعضهم ذهب إلى بيتها، فأخبرتهم أن المكترية ستكمل شهرها ثم تغادر. صرح الجيران بأنهم كانوا يشكون في أمر تلك السيدة، نظراً لكثرة النساء والرجال الذين كانوا يترددون على المنزل. وأكدت صاحبة المنزل أن السيدة كانت قد قدمت نفسها على أنها متزوجة، وقدمت رجلاً على أنه زوجها، مدعية أنهما هاربان من مشاكل عائلية، وأنها من مدينة الدار البيضاء. وافقت صاحبة المنزل على كراء المسكن لها، لكنها بعد توالي شكاوى الجيران طلبت منها إخلاء المنزل بعد انتهاء الشهر. بقي مبلغ 250 درهماً عالقاً، فتركت السيدة رقم هاتفها. تواصلت ابنة صاحبة المنزل مع تلك السيدة بشأن المبلغ، فأخبرتها الأخيرة بعنوان سكنها الجديد، وبالفعل انتقلت الشرطة في ذلك اليوم إلى العنوان المذكور حوالي 2:30 بعد الزوال. عند استجواب السيدة صرحت بأنها غير متزوجة، وأن الرجل الذي قدمته سابقاً لم يكن زوجها، وعندما طلب منها الإدلاء بعقد الزواج لم تستطع ذلك، فاعترفت بأنها كانت تعيش مع رجل دون زواج. تم اقتيادها إلى مخفر الشرطة، حيث بدأت التحقيقات تتوسع. تم استدعاء الرجل الذي كانت تعيش معه، والذي صرح بأنه كان يكتري المنزل معها لمدة 2 شهرين تقريباً، لكنه لم يكن يبيت هناك دائماً، نظراً لمرض والدته وقرب مقر عمله. وأوضح أنه كان هو من يؤدي واجب الكراء ويتكفل بمصاريفها. وفي اليوم الذي وقعت فيه الجريمة توجه إلى المنزل ليجد عندها امرأة أخرى ورجلاً غريباً. تطور الأمر إلى شجار عنيف، حيث اتهمه الرجل الآخر، وبدأت المشادات، ثم تدخلت النساء للفصل بينهم.
وخلال العراك توجه الرجل الآخر إلى المطبخ وأخذ سكيناً، فاندلع اشتباك دموي. أصيب خلاله الضحية بطعنات قاتلة، إحداها في العنق وأخرى في القلب، فسقط أرضاً غارقاً في دمائه وفارق الحياة. بعد إدراكهم أن الضحية قد مات، دخل الجميع في حالة من الذهول، وبدأوا في التشاور حول ما سيفعلونه. اتفقوا على التخلص من الجثة. تم الاتصال بصديق آخر اشترط المساعدة مقابل التزام الجميع بالصمت التام. حوالي منتصف الليل، وبعد أن هدأ الحي وأطفئت الأنوار، حملوا الجثة ووضعوها في صندوق السيارة، وتوجهوا بها خارج الحي، ثم إلى طريق المديونة، حيث ألقوا الجثة وغطوها جيداً، وتخلصوا من هاتف الضحية ومفاتيح السيارة بطريقة عشوائية. لاحقاً، وبفعل التحقيقات الدقيقة، تم توقيف جميع المتورطين ومواجهتهم ببعضهم البعض، فاعترفوا بما نسب إليهم تفصيلاً. وثبت أن المكان كان يستغل لممارسة الدعارة، وأن السيدة كانت تستقدم نساء بعضهم قاصرات لاستدراج الزبائن. أدين الفاعل الرئيسي بالسجن المؤبد، فيما حكم على شريكه ب30 سنة سجناً لأنه ساعد في التستر ونقل الجثة. أما النساء المتورطات فقد صدرت في حقهن أحكام تراوحت بين 5 و7 سنوات، وفتحت ملفات أخرى بسبب وجود قاصرات ضمن الشبكة. وفي ختام هذه القضية يتبين أن مقولة الحرام يجر إلى الحرام تنطبق عليها تماماً، فالضحية كان شاباً مجتهداً يعمل ويتعلم حرفة، ولم يكن منحرفاً، لكنه في تلك الليلة انساق وراء شهواته، فكانت نهايته مأساوية. إن ظاهرة الدعارة قد استفحلت وانتشرت في عدد من المناطق بشكل علني ومقلق، دون اعتبار للعمر أو الوضع الاجتماعي، ما يستدعي وقفة تأمل ومراجعة. نسأل الله العفو والعافية للجميع. كانت هذه حلقة اليوم. أشكركم متابعينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.